بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأنا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنجرب طريق الفيوم، الواحات اللي بيطلع على ترعة المريوطية، بيطلع على دائري المنيب. احنا عندنا دريم لاند والإنتاج الإعلامي ومستشفى الواحة. كملنا الطريق قدامنا اهو، يمين طريق الدائري الأوسطي فيوم، طوال الأهرامات والطريق السياحي. ده اسمه اللي هو الطريق السياحي اللي هو بتاع سقارة تقريبا على ما أعتقد. فدي أول مرة نطلع عليه. تمام. طريق دائري المنيب طوالي الأهرامات النهاية، يخش يمين هيلف ويروح ينزل ياخد يلف مع الطريق ويرجع شمال تاني، اللي هو الأهرامات والمتحف المصري. كده طوال احنا الطريق السياحي. الطريق السياحي دوت هيبعدك عن دائري المنيب، مش دائري المنيب كله، يعني الحته اللي هي من عند وصلة المريوطية كده اهوت، من اكتوبر لحد وصلة المريوطية، اخر وصلة المريوطية. هيبعدك عن الزحمه دي كلها. انت هتاخد الطريق من اول الانتاج الاعلامي او دريم، طريق دريم، كأنك رايح على طريق الفيوم. هتكمل طوالي، لو دخلت يمين هتلاقي اللي هو طريق الفيوم والدائري الاوسطي. انما احنا كده هنكمل طوالي اللي هو الطريق السياحي، الاهرام السياحي. الطريق مش عارف، مش مظبوط ليه، مش عارف انا، شكل حتى الاسفلت غريب شويه، دبدب كده، مش مظبوط. بس هو قطع كده، مش كله ميه واحده، بس هو قطعات كده مختلفه يعني. الطريق ده ما كانش موجود اساسا. على يعتبر انت بتبقى فوق ترعة المريوطية على طول، هتبقى في اخر الوصلة بتاعت المريوطية. يعني ما بينك وبين المنيب تقريبا حوالي 3 كيلو تقريبا او 5 كيلو، يعني اقل كمان. احيانا ساعات بتبقى الوصلة فيها زحمة، فيها حادثة لا قدر الله، فبتسمع ورا، بتبقى مسافة كبيرة بتقف الدنيا. دي هتوفر معانا وقت، المفروض سرعة 60، مش 110. 110 على الراجل بتعديني. لسه الساعة 7 وتلت اهوت، لسه مفيش رادار، الا ماسك الرادار ثابت بقى. بس احنا أول مرة نمشي على الطريق دوت. شكل الأسفلت مش عاجبني الصراحة، مش مظبوط. مش عارف انا اشمعنى، يعني حتى شكل الاسفلت مختلف عن الحته دي، او يعني كده الاسفلت مختلف، بس برضه في دبدبه برضه، بس الطريق مش مظبوط. في خيالة هناك اهو، الاهرامات يمين دوران الخلف، بني سويف، بني يوسف، طوالي على الشمال المنيب والمعادي. الناس قالوا لي الطريق ده حلو وبيوفر وقت وبيريح، مش بعيد عن الزحمه والكلام ده، برضه بيخف على الدائري شويه، على الوسط ده مش الدائري كله. يعتبر احنا كده قربنا تقريبا من ترعة المريوطية.
الزحمه انا قلت اجربه يعني. دي اول مره لينا على الطريق هنا، هو الاهرام السياحي، طريق الاهرام السياحي ده اللي من عند امتداد طريق الفيوم، يعتبر رابط من عند طريق الفيوم اللي خارج من اكتوبر لحد ترعه المريوطيه، يعتبر اخر الوصله بتاعت المريوطيه. هنشوف دلوقتي، هنشوف الوصله هنعملها في نقطه معينه اللي يعتبر في اخر الوصله. نكمل على دائري المنيب ده برضو للي رايح المعادي، حلوان، الاسطورات، مقطم، السويس. اذا مش عايز يطلع من الدائري الاوسطي، احنا شرحنا فيديو قبل كده على الدائري الاوسطي، هتلاقوه في المرفقات فوق. الدائري الاوسطي من اكتوبر للاسطورات، اللي رايح التجمع، القاهره الجديده، طريق السويس، المعادي، حلوان. كنا عملنا فيديو للدائري الاوسطي. وصلة المريوطية، وصلة المريوطية على ايدنا على ايدنا الشمال هناك اهي، دي وصلة المريوطية، دي يعتبر اخرها خلاص، اللفة الاخيرة كده اللي طالع وصلة، عارف الوصلة دي اخرها خلاص. احنا كده بس يعني ما كملناش 5 دقايق تقريبا على الطريق. لو كنا طلعنا الطريق التاني ده كنا خدناها في ربع ساعة، تلت ساعة على الاقل يعني. نخش بقى دائري المنيب. طبعا الناس كلها عارفة دائري المنيب يعني، بس كانت الشرح بس الوصله الطريق الجديد المعمول اللي هو بتاع الاهرام السياحي. يا رب تكونوا استفدتوا. فيديو قصير النهارده مش طويل، بس احنا قلنا نجرب الطريق دوت ونشرح للناس، لان في ناس كتيره مش عارفاه، لانه لسه مفتوح قريب. هيوفر معاك وقت بالنسبه للي بيطلع الدائري من وصله المريوطيه، هيوفر معاك وقت كتير. انت ما كملناش 5 دقايق تقريبا يعني. فصراحة لا يعني حلو طريق كويس. بس الدبدبه بس اللي في الاسفلت بس ديت اللي مش مظبوطه، مش عارف هو الاسفلت كده ولا تقريبا اكتر من نص الطريق معمول كده، فمش عارف هل هم عاملين كده مثلا ولا حاجه عشان السواقين ما تجريش. السرعه كانت 60 يعني، لحد مقصد السرعه كانت 60. فجربوه وهيعجبكم قوي الطريق دوت ان شاء الله، وتابعونا في فيديوهات تانية ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.